في قلب سموحة وسط الزحمة والناس صندوق زبالة اتحول لمشهد جريمة. واحد من الأهالي بيفتش في صندوق الزبالة، فجأة فضل يصرخ من الرعب يقول يا ناس دي جثة ست مقسومة نصين من غير راس ولا رجعان، وللأسف كانت عريانة تماما بلا هوية بلا رحم. اسكندرية وقفت على رجل واحدة والشرطة قدام لغز مرعب، وكأن القاتل عايز يخفي كل آثار ومعالم الجريمة. مفيش راس، مفيش بصمات، مفيش أي حاجة تقول دي مين. بس الغريب بقى إن الشرطة وصلت بمنتهى السهولة للقاتل. طبعا عايز تعرف ازاي وايه اللي حصل. كاميرات المراقبة شاهد عيان ولا القاتل هو اللي وقع نفسه؟ القاتل مش غريب مش محترف، ده كمان قريب منها، والسبب خلاف او انتقام او حاجة اكبر من كده. الناس بدأت تسأل وهي عملت ايه علشان تستاهل كل ده؟ الظلم عمره ما يدوم والدم عمره ما يروح هدر، ومصير الحق بيرجع حتى لو اتقطعت نصين. جثة سموحة كانت صارخة في كل وش قلب قاسي وجاحد. العدالة وصلت بس الوجع لسه ساكن في قلوبنا.